وزي ما احنا ما شايفين قدرنا نوصل بحرارة كارت الشاشة ل 65 درجة بعد ما كان بيوصل معانا ل 84 درجة. وطبعا ده هيفرق معانا في الأداء كتير جدا، وفي نفس الوقت هنحافظ بيه على الكارت اللي معانا. كارت الشاشة يعتبر من أهم وأغلى القطع الموجودة في التجميع بتاعتنا، وعشان نحافظ على كارت الشاشة هنا في حاجتين أساسيين. أول حاجة معانا الفولتيات. لو أنت مش عارف في فولتيات الكارت أو ما عندكش خبرة بيها ما تحاولش تلعب في فولتيات الكارت، لأن هنا الغلطة في فولتيات الكارت ممكن تخلي كارتك يضيع، أو بمعنى أصح الغلطة فيها ما بتتصلحش غير عند بتاع الصيانة. فحاول على قد ما تقدر لو أنت مش فاهم في فولتيات الكارت ما تلعبش في فولتيات الكارت نهائي أو تيجي جنبها. تاني حاجة معانا هي حرارة الكارت. حرارة الكارت من الحاجات اللي ممكن تخلي العمر الافتراضي للكارت يقل، وفي نفس الوقت ممكن تخلي أداء الكارت يقل، لأن الكارت هنا لما بيوصل لدرجة حرارة معينة بيبدأ يقلل من أدائه عشان يحافظ على نفسه عشان ما يتحرقش. وفي نفس الوقت طول ما الكارت بتاعك حرارته عالية طول ما العمر الافتراضي بتاع الكارت بيقل. فعشان هنا تاخد أداء كويس من الكارت وتحافظ على الكارت وعمر الافتراضي معاك يطول، لازم تخلي بالك من موضوع الحرارة وتحافظ على حرارة الكارت انك تخليها في رينج الطبيعي. وفي فيديو النهارده انا جايب لك كارت عمره حوالي 5 سنين، هو ال RTX ال 2060 النسخة 6 جيجا، نسخة الاسوس روج ستريكس اللي بتيجي ب3 مراوح. الكارت ده انتاج يناير 2019. الكارت ده بدأت درجات حرارته تعلى وتوصل معايا ل 84 درجة على الفور مارك. فهنبدأ النهارده مع بعضينا كده نفك الكارت حتة حتة، وهنغير المعجون الحراري وهننضف المراوح، وهنشوف الكارت معانا هيوصل لكام في درجات الحرارة، وفي نفس الوقت أداء الكارت هيبقى عامل معانا ايه بعد ما ننضفه ونغير له المعجون الحراري وننضف المراوح. لو انت اول مرة بتشوفنا على اليوتيوب فانا وليد زايد، وفي فيديو النهارده هوريك ازاي تقدر تغير السيرمال بيست او المعجون الحراري لكارت الشاشة وتنضف المراوح وترجع كل حاجة زي ما كانت تاني. اهم حاجة ما تنساش تدعمنا باللايك وتشترك معنا في القناة لو اول مرة بتشوفنا على اليوتيوب، وتشير الفيديو عشان الكل يستفيد. ويلا بينا نبدأ الفيديو. بعد ما فكينا الكارت من الكيسة زي ما احنا ما شايفين كده الكارت عليه تراب من بره، وطبعا هنا الكارت عليه ستيكر الضمان وكمان الباك بليت المعدن. وهنا هنحتاج قصافة تكون طويلة وتكون رفيعة من قدام عشان نقدر نفك المسمار اللي عليه ستيكر الضمان من غير ما يبان. هنبدأ نفك هنا أول مسمار اللي عليه الستيكر وبالراحة خالص لحد ما نفكه، وبعد ما فكناه هنكمل فك باقي المسامير اللي رابطة الكارت. ويفضل ان احنا نصور الكارت قبل ما نفك المسامير عشان نبقى عارفين كل مسمار مكانه فين. والموضوع سهل جدا وبسيط بس محتاج تركيز مش اكتر. وطبعا بعد ما فكنا المسامير هنفتح الكارت من بعضه، ولازم ناخد بالنا اننا فكنا كل المسامير، لان لو في مسمار مش مفكوك ممكن يتسبب انك تكسر الكارت. ولازم هنا نخلي بالنا من كابلات، سواء كابلات المراوح، ولو كارتك RGB هتلاقي كابلات RGB. هنبدأ نفك كابلات المراوح والRGB من الكارت عشان نفصل الكفر الخارجي وجزء التبريد عن الكارت. وبعد ما فصلنا جزء التبريد عن الكارت هنركنه وهنرجع له بعد شوية، وهنبدأ نفك الفريم المعدن اللي بيبقى موجود على الكارت. هنا بيبقى فيه مسمارين لازم نفكهم عشان نفصل الفريم المعدني عن الكارت. وبعد ما نفك كل المسامير هيطلع معانا الفريم المعدني. بعد كده هنفك الباك بليت وبتبقى متوصلة بالكارت عن طريق كابل عشان الRGB.
وبعد كده هنبدأ نمسح المعجون القديم بأي منديل، ويستحسن إننا نستخدم أي مادة زي الأكاي الجاف أو ال 530 أو أي سبيرتو كحول طبي عشان تسهل معانا مسح المعجون القديم. وبأي منديل هنبدأ نمسح لحد ما ننضف المعجون القديم. ونفس الكلام هنعمله مع الهيت سينك، هنمسح المعجون القديم من عليها. وبعد كده هنبدأ ننظف التراب اللي موجود على رمات الكارت وأجزاء الكارت الداخلية واللي متجمع على المكثفات وعلى الأيسات اللي موجودة في الكارت بفرشة أسنان أو بأي فرشة تكون ناعمة. ونخلي بالنا هنا عشان ما نخبطش أي مكون من مكونات الكارت. وبعد ما نخلص هنبدأ نفك الهيت سينك والمراوح عشان ننضفها، وبيكونوا مربوطين ب6 مسامير. وبعد ما نفك الفريم البلاستيك هنبدأ نفك المراوح واحدة واحدة. وهنا الميزة في مراوح اسوس ان المراوح اسوس معظمها بتكون ضغط، بمعنى اننا نقدر نفصل المروحة عن الموتور من غير ما تتكسر. بس لازم هنا نكون واخدين بالنا جدا جدا، لان الموضوع ده خطر جدا. ولو شاكك 1% انك مش هتعرف تعملها ما تجربهاش، لان لو اتكسرت منك مروحة لا قدر الله هتدوخ لما تلاقي مروحة بدلها. وحرفيا انا كانت في مروحة هتتكسر مني بس ربنا استرها وعدت على خير. طبعا هنا هفك المراوح وهبدأ انضفها بالراحة وامسح التراب اللي بيبقى جوه الموتور وعلى الاكس اللي بيبقى داخل جوه الموتور. وهستعمل هنا الأكاي المخصص للمراوح لانه بيبقى فيه نسبة من الزيت بتساعد في عملية دوران المراوح. بعد ما نخلص المراوح هننضف الهيت سينك، وممكن نغسلها بميه بس لازم تنشف كويس وتتجفف كويس قبل التركيب. وبعد ما خلصنا عملية التنظيف هنبدأ نرجع كل حاجة زي ما كانت، ونربط المراوح كل مروحة في مكانها زي ما كانت عشان مفيش أي مشكلة تحصل معانا.
وبعد كده هنركب الفريم على المراوح ونثبته كويس. ونلزق السيرمال بادز مكانها، ولو محتاجه تتغير نغيرها. انا هنا غيرتها وبتتباع في محلات الهاردوير. وبعد كده هنثبت السيرمال بادز على الفي رام واللي بتبقى بين الفريم المعدني والفي رام، وبعد ما نثبتها هنركب الباك بليت قبل الفريم المعدني، وبعد كده هنركب الفريم المعدني. وهنا لازم نركز جدا لان كل حاجه لها مكانها. وهنبدا في تثبيت الفريم بالمسامير. وبعد ما نثبت الفريم ونربط كل المسامير بتاعته هنبدأ نحط المعجون الحراري بتاعنا. وهنا انا هستخدم معجون الMX4، ولازم نفرد المعجون كويس جدا وتكون الكمية ولا زيادة ولا قليلة، ونفرده على شريحة الGPU كلها. وبعد كده هنركب كابلات المراوح والRGB ونقفل الكارت زي ما كان. ولما نيجي عند المسمار اللي عليه ستيكر الضمان هنركبه بنفس الطريقة اللي ركبناه بيها عشان الستيكر ما يتفكش وما يتشلش. وبعد ما قفلنا الكارت ورجعنا كل حاجة زي ما كانت زي ما احنا شايفين، هنمسح الكارت مسحة خارجية كده، وهنركب الكارت في الكيسة وهنبدأ نعمل اختبار للكارت ونشوف درجة الحرارة توصل لكام. وهنا الكارت اعلى حرارة وصل لها كانت 65 على الفور مارك بعد ما كان مسجل معانا 84 درجة قبل ما ننضفه ونغير له المعجون. وطبعا صوت المراوح هدي عن الاول بكتير، والاداء هيختلف طبعا لان حرارة الكارت مش عالية، وبكده هنبقى حافظنا على الكارت بتاعنا. كده نكون وصلنا لاخر الفيديو. لو انت اول مره بتشوفنا على اليوتيوب ما تنساش تشترك معانا في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات، وما تنساش تعمل لنا لايك عشان خاطر بيفيد القناه كتير. ولو احتجت اي حاجه ممكن تكتب لي في التعليقات وانا هرد عليك على طول. كان معاكم وليد زايد، سلام.